يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. وصفة وافل بدون ما كانت وافل، خفيف وهش وفي نفس الوقت مقرمش من بره. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وبقوالب الوافل السيليكون هنطلع أحلى وأجمل وافل في البيت. ويلا بينا نجهز عجينة الوافل. وهنبدأ بالمواد الجافة. في بولة عميقة ناشفة ونظيفة هنزل بكوبايتين كبار من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات. هضيف لهم معلقتين كبار من النشا مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح صغيرة خالص. هقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها كويس جدا، هركنها على جنب. وفي بولة تانية هنزل بعدد 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة. لو البيض في التلاجة هنطلعه قبل الاستخدام بنص ساعة. كيس فانيليا، معلقة كبيرة مش مليانة قوي من الخل الأبيض. الخل بيغطي على زفرة البيض، في نفس الوقت بيدي هشاشة وطراوة المخبوزات حلوة قوي. معلقتين كبار من السكر الأبيض، أي نوع سكر، سكر حبيبات، سكر بودرة. وهبدأ أضرب كل المكونات دي مع بعض بالمضرب اليدوي. الموضوع مش مستاهل بقى لا خلاط ولا مضرب كهرباء ولا كب، لا، هو المضرب اليدوي وزي الفل هيديكي أحسن نتيجة. هنزل عليهم بكوباية من الحليب وارجع أضرب تاني كويس جدا عشان أتأكد إن كل المكونات امتزجت مع بعض. في نفس الوقت السكر داب. وهضيف لهم نص كوباية من زيت طعام وهقلب كويس جدا من 2 ل3 دقايق. وهبدأ أضيف المواد الجافة بالتدريج، مش هنزل بيهم كلهم مرة واحدة، لا، على 3 مراحل. أول مرحلة هنزل بتلت الكمية وابدأ أقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي. مفيش أي تكتلات، مفيش أي كلاكيع. هقلب بالراحة وبهدوء لحد ما تديني عجينة لينة ملساء ناعمة خالص. هنزل بالكمية التانية وهقلب كويس لحد ما الدقيق يختفي. اتاكد ان مفيش اي كلاكيع خالص في العجينه. وهنزل بالجزء الاخير من المواد الجافه واقلب. وهنا تحسي العجينه بقت تقيله قوي. هجيب كوبايه ميه سخنه بتغلي واضيف منها على العجينه بالتدريج لحد ما اوصل لقوام العجينه الكريمي الناعم. هيكون اخف من قوام الكيكه بحاجه بسيطه. وهتختلف كمية المية اللي هتضيفيها على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. انا هنا احتجت كوباية الا ربع من المية. مرة قبل كده عملت نفس العجينة بنفس المقادير، الدقيق كان مختلف، احتجت نص كوباية بس من المية. عشان كده هنضيف المية بالتدريج لحد ما يدينا قوام ناعم أخف من قوام الكيكة بحاجة بسيطة. وعشان العجينة تديكي أحسن نتيجة غطيها باسترتش، حطيها في التلاجة ساعة قبل ما تصبيها في القوالب. ولأن قوالب السيليكون بتكون مش متماسكة لازم أحطها على صاج أو صينية بتدخل الفرن. هبطن قوالب السيليكون بمسحة من الزيت وبالفرشة أخش في الزخانيق الصغيرة بين المكعبات. هنصب العجينة في قوالب الوافل ونغطي كل المكعبات ونداري أي فراغات ما يبقاش باين منها حاجة خالص. وهخبط الصينية خبطتين عشان أطلع أي فقاعات هواء موجودة في عجينة الوافل. وأدخله فرن سخن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. النار شغالة من تحت بس لمدة ربع ساعة. هبص عليه لو وشه محمرش كالعادة هنفتح الشواية دقيقتين 3 دقايق لحد ما وشه يحمر. وهطلعه من الفرن على شبكة تهوية عشان يبرد خالص. قدميه بالطريقة اللي ولادك بيحبوها، عسل وزبدة. قطعي عليه فاكهة، ممكن تضيفي صوص بديل النوتيلا. وكل الصوصات اللي احنا ضايفينها دي معمولة في البيت، احنا ما بنشتريش خلاص حاجة من بره خالص. وبالنسبة لصوص البيستاشيو اللي مبحبحة ايدي قوي فيه وبحط منه بفترة، ده عبارة عن فول سوداني انا عاملاه في البيت، اللي هو صوص البيستاشيو الفستق الكداب. والصوص الغامق ده عبارة عن بديل النوتيلا اللي عملناه مع بعض. كل الصوصات دي بحطها في أكياس سندوتشات وأقطع الطرف من تحت حاجة بسيطة خالص. وأبدأ إني أعمل خطوط كده أجمل بيها الوافل. برضو الصوص الأبيض عبارة عن بديل النوتيلا البيضة، صوص أبيض تحفة طعمه خرافة. كل الصوصات دي معمولة في البيت. اعملي الوافل في البيت، طريقته سهلة وبسيطة، أحلى وأجمل وأوفر من الجاهز بكتير. وكل الصوصات اللي انتي
ضفتيها، انت اساسا عاملاها في البيت. مفيش احلى ولا اجمل ولا اوفر من كده. قدمي لي ولادك حاجه صحيه جميله عاملاها بايديكي وبالف هنا وشفا.